حبيبي. استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. إبداع والله. الله يحييك. والله إبداع. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. من الشغلات الجيدة جدا اللي صارت عنا بالبلد واللي ما أخذت حقها بالترند وبالإعلام اللي هي الحجز على أموال شبيحة الأسد ما قبل وأثناء الثورة. شبيحة الأسد اللي حبوا يبيضوا وشهم حتى بانتصار الثورة. شبيحة الأسد يلي كوعوا مثل ما هذا المصطلح بيقول وعملوا حالهم مع الثوار وهن كانوا ألد أعداء الثوار والثورة. شبيحة الأسد يلي دعموا الميليشيات الطائفية واللي دعموا الميليشيات العرقية كانوا الإيد الاقتصادية لماهر وبشار الأسد، والقائمة معروفة. مكتب مكافحة الكسب الغير المشروع من النهاية يعني باسل أبو حمزة وأبو مريم اللي كان لهم إيد بهذا الموضوع. بس النقطة الأهم مو هون، النقطة الأهم إنه نحن بحاجة لنعرف شو هي الأموال اللي تمت مصادرتها، يعني شو الممتلكات يلي هلأ رجعت للشعب، لأنه هذا المال صار مال وقف، فنحن بحاجة بهذا الوقت الحساس نعرف مشان ما تضيع الطاسة بعدين، يعني بهذا عفوا على المصطلح، يعني نعرف شو هي الأموال اللي تمت مصادرتها، شو هي البيوت يلي بأبرمان، المزارع يلي موجودة بسوريا كلياتها، بحمص، باللاذقية، وين ما كان هذا المال يلي تمت مصادرته شو هو. نحن بحاجة يا اخوان، ابو حمزة ابو مريم صحصح معي شوي، اطلع معنا خلينا نشوفك ابو مريم، خذ وعطي بيقولوا لك بالسوري، يعني نحن بحاجة لقوائم بهي القصص كلياتها اللي تمت مصادرتها يا اخوان. هذا حقنا، حق الناس وحق الشعب، وصدقا لا اخجل ابدا بالمطالبة بهي قوائم. في بيوت بابو رمانة انتاخذت من الوية وجزارين عند الاسد، هاي البيوت شو وضعها هلا؟ طب العالم اللي قاعده فيها عم تدفع اجار، طب مين مستولي عليها؟ بصراحه تامه عم بحكي معكم ومع كل الحب والاحترام والله العظيم. وبدنا نعرف كمان شو المال اللي انحجز من الماغيرو، هذا حقنا، مال الناس، مال وقف رجع للناس، مو انتم عم تطالبوا بالقيود العثمانيه، طب نحن بدنا نطالب بالقيود الاسديه. مال الماغيرو اللي مصر انه يطلع ترند بالبلد، مصر انه يضل تحت الاضواء، وموكل ابن عم شركائه بالعقارات لحتى يدافع عنه. فيكم تراجعوا هذا الموضوع بالسجلات التجارية والعقارية. هل ممكن توصل درجة الوقاحة لهي المستوى؟ نعم، درجة الوقاحة لحتى يطبع 15 مليون كتاب مدرسي، عقد صار معه من جديد. طب الزلمة حابب ياكل مال حلال، تمام، بس هل هذا المال أساسه حلال؟ ولا راس ماله كان دماء الشعب السوري؟ رسالة إلى الماغيرو وكل الناس، نصيحة اطلعوا برات البلد ما دام إنكم تستطيعون، يا أما اطلعوا على الإعلام وواجهوا الناس قبل ما تواجهوهم مثل ما وسيم الأسد اليوم عم يواجههم. خارج الترند، عبد الرحمن تقي الصغير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.